السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني قوي، بقالي كتير قوي ما صورتش. طبعا حفيدتي الأولى شرفت بالسلامة من 3 شهور ويومين. هي دي اللي بعدتني عن التصوير وعن الدنيا كلها. إحساس جميل قوي قوي. ربنا يبارك لي فيها. بقت هي بالنسبة لي الدنيا واللي فيها. عشان كده أنا نسيت التصوير ونسيت النت ونسيت حاجات كتيرة قوي قوي قوي. ركزت بس معاها. طبعا قبل ما تشرف بأسبوع تقريبا كانت مامتها قاعدة عندي. آه، وبعد كده لما هي قامت بالسلامة وبرضه جت كملت عندي في البيت لغاية ما ربعانت. كان في آخر يعني بعد شهر من الولادة تقريبا بدأت تحس مريومة بنتي بألم في ضلعها اليمين. احنا قلنا ده برد، منها طلعت من العمليات على أوضة مكيفة. ولما رجعت البيت عندي برضو كانت أوضة مكيفة. فقلت لها انتي كان جسمك مش مستحمل الهواء ده كله فانتي خدتي برد. وطمنت عليها ولما كملت شهر وروحت بيتها. انا بصراحة جبت بعضي وجيت مطروح. ما كملتش اسبوع تقريبا لقيتها بتكلمني في يوم وهي تعبانة جدا. قلت لها طب انزلي روحي اكشفي. حجزت لها عند الدكتور وراحت هي وجوزها كشفوا. الدكتور شك في المرارة، طلب منها أشعة وفعلا راحت عملت الأشعة وطلع فعلا المرارة عليها حصوات صغيرة جدا. تواصلت مع الدكتور بتاعي اللي عملت معاه عملية الساسي. وبعت له الأشعة. قال لي لازم العملية تتعمل في خلال 20 يوم بالكتير. طبعا ما استحملتش، نزلت جري. وقعدت مرضتها وبدأنا نزق في الدنيا. بدأت تاخد علاج، بدأت الدنيا تتحسن فرجعت تاني. قعدت برضو حبة حلوين. بصراحة أنا عشقي مطروح. قعدت حوالي أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع مش فاكرة بصراحة. بس كنت قاعدة مستمتعة بالهدوء اللي أنا قاعدة فيه لأن كنت قاعدة لوحدي. وبعد كده نزلت لها عملت العملية وقعدت عندي برضو فترة حلوين لغاية ما وقفت على رجليها ورجعت بيتها بالسلامة. وكل ده أنا مستمتعة بوجود مسك في حضني حفيدتي حبيبتي. آه، ورجعت تاني مطروح. حبيت ان انا يعني اخد كام يوم كده في اول الشتاء كده في مطروح. الشتاء تحفة في السواحل عامة، في أي مكان ساحلي مدينة ساحلية هتلاقوا الشتاء فيه رائع. فأنا قاعدة هنا في بيت والدي في مطروح في مينا حشيش. الجو رائع، الدنيا هادية جدا. قلت أمسي عليكم وأقول لكم السبب اللي خلاني بعدت الفترة اللي فاتت دي كلها. إن شاء الله بإذن الله هحاول الفترة اللي أنا قاعداها دي إذا كان 10 أيام أو أسبوعين بالكتير هقعدهم هنا. هحاول إن أنا ارجع اصور معاكم تاني قبل ما ارجع لمسك تاني عشان انا عارفه ان انا اول ما هرجع هنسى التصوير تاني وهنسى كل حاجه وهركز معاها هي بس. احساس جميل. يا رب يا رب كل مشتاقه يرضيها ببنت او ولد. المهم تاخد ضناها في حضنها. وتتات خلوا بالكم من احفادكم وخلوا بالكم من بناتكم وولادكم. الدنيا بقت صعبة اليومين دول. ربنا يستر. في حكاوي كتيرة قوي 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 عايزة اتكلم معاكم فيها. هنتكلم في كل حاجة. حبيت بس اسلم عليكم واقول لكم انتوا وحشتوني. سلام.